من القديم معروف أن زوجة الأب مستحيل تصل لشيء من عطف وحنان الأم الحقيقية تجاه الأطفال، وحتى في بعض الأحيان ممكن أن تكون أشر الناس عليهم، مثل هاي الامرأة اللي قتلت طفلة عمرها 4 سنوات. السلام عليكم، أنا حسين وأهلا بكم فيديو جديد. في هذه القناة غالبا أنشر قصص دينية وقصص واقعية تحصل في المجتمع، والآن لنبدأ بقصة هذه الطفلة المظلومة. قبل عدة أيام انتشر فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي في الإكسبلور الإيراني الذي يحتوي على تسجيل كاميرا مراقبة عن تصوير في باحة منزل صغير، حتى أن تخرج امرأة ماسكة بالشعر بنت صغيرة وترميها بقوة من أعلى تلك المدرجات حتى تسقط البنت على رأسها بقوة، ومن ثم تقوم بسرعة من مكانها. مشهد مؤلم ومثير للمشاعر للغاية من قسوة تلك الامرأة الظالمة، التي بعد فعلتها هذه بالطفلة الصغيرة نقلت إلى المشفى لعلاجها، لأن الضربة بعد السقوط كانت شديدة، لكن محاولات الأطباء كانت بلا جدوى، والبنت الصغيرة رحلت عن الدنيا مع الأسف. قصة هاي البنت البريئة لا تقتصر في هذه الحادثة وانتقالها للمشفى ووفاتها فحسب، إنما أمضت حياة صعبة ومؤلمة قبل هذا الفيديو، بحيث إن ما جرى في هذا الفيديو يعاد رصاصة رحمة بالنسبة لها مما عانت مع زوجة أبوها. القصة هي كالآتي: والد هذه البنت هو عامل بناء بسيط يعمل بمنطقة ليست قريبة نسبيا من مدينته. زوجته الثانية غافلة عن وجود كاميرات المراقبة في المنزل، فأقدمت على ضرب وتعذيب الأطفال روحيا وجسديا، والجيران يتصلون على والد الأطفال لإخباره عما يجري، وهو يوصل نفسه للبيت بأسرع وقت ممكن. لكن هذا الوقت القصير كان يمضي ببطء شديد على الطفلة الصغيرة، وكان وقتا حرجا وحساسا للغاية وهي تعذب تحت أيدي تلك الامرأة المجرمة، حتى أن ألقيت من ذلك الارتفاع ووقعت على رأسها وأصابت بشدة. بعدها ألقي القبض على الامرأة وانتقلت إلى سجن النساء. إحدى أقرباء البنت الصغيرة تقول: والديها لم يقدروا على إنجاب الأطفال لمدة 7 سنوات، إلى أن بعد صبر طويل رزقهم الله بابن وبنت عمرهما 8 و4 سنوات، لكن بعدها بسبب اختلافات بينهم انفصلا عن البعض. الأم ذهبت وتركت الأطفال بوحدة أبوهم، وثم الأب تزوج هذه الامرأة التي هي تكون أحد أقربائه، التي هي أيضا مطلقة وعندها أطفال، لكن أطفالها لا يعيشون معها. أنا قد قلت لها أن هذان الطفلان صغيران بالعمر ويحتاجون إلى المحبة والحنان، أنت نفسك أم، فلا تبخلي عنهم بالحنان. وقبلت كلامي كذبا. في أحد الأيام الطفلة تمرضت فأخذوها للطبيب، والطبيب بعد رؤيته للجروح الناتجة عن التعذيب قال: لماذا جسم الطفلة هكذا؟ وزوجة الأب قالت: وما أدراني. فتشاجرت مع الطبيب وعادت إلى المنزل. وأحد الجيران الذي كانت تذهب عندها أيضا تقول إنها كانت يوميا تحبس الطفلة في أحد غرف المنزل وتكوي جسمها بسيخ حار جدا وتضرب الأطفال بعنف كل يوم. لكن الابن الأكبر كان محظوظا لبضع ساعات لذهابه إلى المدرسة. والد الطفلة بعد وفاة بنته يبكي ويقول: يا ليتني عرفت بما يجري قبل فوات الأوان. على الجميع أن يعرف المصيبة التي حلت علي. إذا القانون لم يحميني سأقوم بإجراءه بنفسي. وأيضا قال الأب: أنا عامل بناء أعمل بمدينة مجاورة قريبة عن مدينتي، وأتاني اتصال من زوجتي الثانية على أن ابنتي قد تشنجت، وأخذناها إلى المشفى، فأوصلت نفسي بأقصى سرعة ممكنة إلى المستشفى. زوجتي الثانية كانت تقول أن ابنتك قد تشنجت في طريقها إلى الحمام، لكن الدكتور كان له رأي آخر، قال إنها ما تشنجت، إنما تعرضت للضرب والتعذيب. انصدمت بشدة من كلام الدكتور ولم أستطع أن أصدقه أبدا، إلى أن رأيت تسجيل الكاميرات وعرفت الحقيقة بالكامل. وأنا الآن فقط أطلب حكم الإعدام من المحكمة، وشرط أن أنفذ الحكم بيدي، ولا يحق لأحد أن يسحب الطبلة من تحت أقدامها غيري. فقضية هذه الطفلة ما زالت في التحقيق وتأخذ إجراءاتها، وأنا آمل أن يصدر حكم إعدام هذه الامرأة الظالمة في أسرع وقت ممكن. وإلى هنا أتمنى تدعموني باللايك والاشتراك، والسلام عليكم.